هو مين اللي بيتعافى وبيعمل موف اون اسرع، الراجل ولا الست؟ تعالي وانا اقولك. في اللي بيفضل يعيط ويعمل عيد ميلاد لجرحه زي الاستاذ هاني شاكر، وفي اللي جرحه بيلم بسرعه. الستات في وقت الانفصال بتتأثر جدا وبتنهار وبتكتئب وبتتقوقع على نفسها يوم واتنين وتلاتة واحيانا شهر او سنة، بتاخد كل وقتها بمجرد ما بتنفصل. ومع الوقت درجة الألم بيقل والحزن عندها بيقل، وبتبدأ تخرج من الحالة دي واحدة واحدة لحد ما تقرر ان هي خلاص هتفوق، وبتفوق بجد وبترجع لحالتها الطبيعية. ايه ده المجتمع ده؟ وبتستوعب ان ده الافضل ليها وان الحياة مراحل. اما الرجالة بقى وقت الانفصال بتحس ان هي خلاص بقت حرة، بتنطلق وبتعمل الحاجات اللي مكانتش تعملها وهي مرتبطة، كأنه كان في جرة وطلع لبره كده عظمه قوي. لكن مع مرور الوقت بمجرد ما بيخلص الحاجات اللي كان مخنوق منها يوم واتنين وتلاتة، بيستوعب الخسارة اللي هو خسرها، ويبدأ يستوعب ان في حاجة كبيرة قوي نقصت في حياته. وهنا بقى بيبدأ يكتئب ويدخل في المود الحزن والاكتئاب. فالموفينج اون عند الرجالة بيجي بدري بس مش بيستمر. سبحان. اما بقى عند الستات الموفينج اون بيتاخر بس بيبقى دايم، وفي استثناءات بقى. قولولي في الكومنتات بتعملوا ايه علشان تعملوا موف اون. انا نرمين لطفي، وده بيتك ومطرحك.